الحقيقة أن الميزة النسبية الكبرى في المهندس أبو العلا ماضي ليس فقط كونه رئيس حزب مرموق، هو حزب الوسط استطاع في فترة، طبعا كان هو الحزب المناضل في فترة ما قبل الثورة، سنوات طويلة لم يستطع أن يحصل على شرعية صدوره كحزب من نظام مبارك، ثم بعد الثورة نجح كبير في أن يكون له تواجد مهم في البرلمان. ثم الأهم أن أبو العلا ماضي مؤسس هذا الحزب هو أيضا خارج عن جماعة الإخوان المسلمين بعد سنوات طويلة من العمل، وهو يتميز الحقيقة يعني أنه شاهد حق على كل الجلسات التي أصف أنا ما يدور فيها بأنها تدور بمنطق للأسف المعيلة السياسية. برحب بيك باشمهندس أبو العلا. طبعا أنت مش بتحبش المعيلة دي، مش عايز تقول معيلة زيي. لا، هي حتى لو هي حقيقة أنا ما أقولهاش. طب تصف بإيه اللي بيحصل كده الأول كده تمهيد؟ شوف، أنت حضرتك في المقدمة القصيرة اللي لحقت أسمعك قبل ما نخش الاستوديو، أنت قلت الجزء ده، حضرتك الوصف أنت قلته ده دلوقتي، وقلت المعيلة. أيوه. وقلت المصالح الخاصة. أنا موافق جدا على الجزء الثاني ده، من باب يعني إنه توصيف دقيق ما فيهوش يعني حاجة ممكن تزعل حد، بإنه في لحظة ما دلوقتي في مصلحة الوطن في مصلحة خالد صلاح، أو مصلحة الوطن ومصلحة أبو العلا ماضي. عند الاختبار بقى هيقدم مين على مين؟ طبعا كلنا بنقدم نفسنا وبنقدم أحزابنا. خلينا نقول القوى التي كان يتوقع منها عكس ذلك عملت كده، يتوقع منها تقديم المصلحة الوطنية بتقدم المصلحة الخاصة، هو ده الموضوع الحاكم، وده اختبار لمن يده الأغلبية أو في السلطة. يعني أنا دلوقتي وأنا في المعارضة وأنا أقلية مش مختبر، ما تقوليش بقى انت بتقدم ايه يعني ولا بتمشي ايه يعني. تمام. الاختبار بيبقى دايما عند الايه، زي الغني، هيتصدق ولا هيبخل؟ صحيح. هيعترف بنعمة الله عليه ولا هيضن؟ لكن الفقير ما عندوش حاجة تختبروا بيها، لسه لم يختبر، لم يبتلى بهذا. فاللي في السلطة سواء كان أغلبية أو في السلطة بشكل ما، هو اللي عنده اختبار هيقدم مين على مين. ففي هذا الاختبار الحقيقة ناس كتير سقطت ولا نجحت؟ لا، كتير سقطت. ناس كتير سقطت، ده صحيح. ومصر بقت نمرة 2 للأسف. للأسف أنا للأسف ما بقول لك، أنا متفق معاك تماما في هذا التوصيف، لأنه دي الحقيقة. لأنه ما أنت في اختبار. يعني أنت عندك دلوقتي إيه؟ مثلا خليني أقول لك المأزق اللي إحنا فيه كلنا إيه؟ إحنا دلوقتي في ثورة قامت ولم تحقق أهدافها بعد، واقفة في عنق الزجاجة. إما أن تحقق أهدافها وإما يحصل فيها انتكاس. أنا مش رأيي إنها تحصل، لن يرجع الزمان كما كان، بس تمام. يحصل فيها انتكاس زي ما أنت عارف في الجراحات الكبرى، تنجح ويتعافى المريض أو يحصل انتكاس، مش هيموت بس هينتكس. ففي اللحظة دي لازم يبقى في تنازلات. تمام. ما ينفعش تقول لي حقي وحقك. خلينا نقول بقى حق ربنا، حق الوطن، يعني لازم نشوف حاجة أكبر وأسمى من فكرة من حقي وحقك. تمام. وده يبان في اللحظة دي. أنا كنت بقول لحد من إخواننا في الحرية والعدالة لما قابلته بالصدفة في صلاة الجمعة، بقول له يا أخ فلان، يا أستاذ فلان، الثورة دي قامت وأنتوا خدتوا 50% من الكعكة ومن التورتة. طبعا 50% التانية ما تنفعش. مصر صعب حد تيار واحد أو حزب واحد يبلعها كلها في زور، صح. كبير عليه. فعشان تنجح الثورة اكتفوا بما وصلتوا إليه، وإلا إحنا وقال لك إيه؟ هو الحقيقة اللي كلامك منطقي. عشان أنا مش هقدر أقول اسمه طبعا عشان ما يذبحوهوش، بس بجد أنا بتكلم بجد. قلت مش معقولة تنزلوا محمد مرسي، أو الأول كان خيرت وبعدين لأن كانت شطب. تمام. يعني عايزين كمان الرئاسة، بتتخانقوا على الحكومة ومنطقيا الحكومة من حقكم. تمام. بس لسه التعديل الآني مش حاسم المسألة، فالموضوع حتى آخره شهرين 3 لما تعمل الدستور أو الانتخابات يبقى. لكن كمان الرئاسة تبقى، وبعدين هي التأسيسية، النموذج الثاني هو اللي عمل الاثنين دول جم مع بعض في وقت واحد. موضوع الترشح للرئاسة. وأنا زي ما كنت بقول، أنا مش معترض على شخص المرشح، أنا معترض على مبدأ أن يكون من الإخوان، سواء اسمه خير الشاطر أو اسمه محمد مرسي أو اسمه عصام العريان أو اسمه أي حد. مش دي القصة. أنا مش بقيم أشخاص، أنا بتكلم على فكرة أن يكون مرشح من الإخوان. هذا خطر على الوطن. بالظبط. والتأسيسية خطأ من منطق الاحتكار. يعني بالزبط. عشان في ناس ساعات تقول لك ايه، وانتوا ليه بتحرموا فكره انه واحد عنده يا اخي شعبيه في الشارع؟ ما تعملوا كده. هي النقطه دي بقى عايزه شرح شويه. هذا في الاوضاع المستقره الديمقراطيه ممكن يجي تيار او حزب ياخد كل الاغلبيه، لان قواعد اللعبه استقرت. لكن واحنا دلوقتي قواعد اللعبه لم تستقر، يجي حد يمسك كل المفاصل
ويفصلها على مقاسه، هو ده الخطر الكبير. صحيح. فانت لا يصلح الان، مش معناه انه ليس حقهم من الناحيه النظريه، احنا مش بنتكلم بقى عن حق وحقك اللي بنتكلم عنه دلوقتي، بنتكلم عن المصلحه الوطنيه، تقديم مصلحه وطنيه انه تطمئن كل الاطراف. انت في النهايه انت مش كل الوطن ده فيه ناس كتير قوي، وفي تاريخ وفي جغرافيا وفي حاجات كتير لا يمكن اختزالها في حزب او جماعه او تيار مهما كان. صحيح صحيح. هو ده اللي ادى الشعور. فقلت له انت دلوقتي تحافظوا على 50% ولا تضيعوا الكعكه كلها؟ بمعنى الوطن هنا بقى، مش الكعكه انكم تاخدوه. لابد من تنازلات حقيقيه، وهو ده المأزق اللي احنا فيه. انت الان نعدي من عنق الزجاجه ونكمل الثوره اللي هي لسه ما كملتش كثير من اهدافها، ولا نقف نتخانق على حاجات لم تستقر بعد. طيب انا بقى عايز اقول لك على حاجه بقولها كل يوم. كل يوم كده الصبح وانا رايح الجورنال واشوف باكوره الاخبار اللي عندنا ايه، اقول حسبي الله ونعم الوكيل في السياسيين في مصر. الا ما في حد، ما فيهم انا بحبك. طيب الا ما في حد خايف على وضعنا الاقليمي يا باشمهندس. يعني احنا عمالين يمكن انا كنت بتكلم في الحكايه دي وعارف ان كلامي هيزعل ناس كتير من المتحمسين، بس انا هقول كلمه الحق واجري على الله. لان انا بلوم الاعلام وبلوم زمايلي انهم بيقولوا في السر اللي ما بيقولوش في الهوا. لكن انا هبطل الحكايه دي، مش هعمل كده. انا بقول في السر انت على طول واحكام واحد بس بدبلوماسيه عني، انا مدب. لا مش مدب، ايه تجارب السنين بتخليك. فانا دلوقتي بقول يعني ازاي احنا لما نيجي حتى كقوه سياسيه واحنا قاعدين مثلا في اجتماع مع السيد المشير وفريق عنان وكتاتني قاعد ومحمد مرسي قاعد وابو العلا ماضي قاعد وكل هذه الفطاحل اللي نضلت سنوات طويله، ونيجي نبص على وضعنا الاقليمي، يعني ما فيش حد بيسال التاني يا جماعه احنا رايحين فين؟ انتوا احنا مقطعين مع الخليج ومع الامارات ومع السعوديه، ما عرفناش ندير الازمه. طبعا ماشي الناس تعتصم وتبدي حقها، بس ما عرفناش ندير الازمه مع السعوديه. اسرائيل، امريكا، اوروبا، ليبيا، السودان، ما فيش حد بيقعد يفكر هو البلد دي هتروح فين. يعني اللي هيحكم ده يحكم ايه ان شاء الله؟ يحكم بلد متهلهل اقليميا؟ لا بس خليني اقول لحضرتك حاجه. هو طول يعني في ظل النظام السابق مصر كانت منبطحه اقليميا ومستسلمه تماما لارادات غير ارادتنا، وبالتالي كان وضع بائس سيء جدا. هو اللي حصل، المشكله اللي حصل ايه؟ انه في طوال الفتره الانتقاليه دي لم يتم معالجه كل الملفات دي، والمجلس العسكري بدا انه سيجلس فتره قصيره فبيرحل هذه المشاكل الى الرئيس القادم والحكومه القادمه. لما طالت المده بقت في مشكله حقيقيه بالسبب ده. وانا فاكر مره سالت المشير سؤال كان جانبي بينك وبينه؟ ايوه مش بينه وبينه بمعنى انا وانت بس، كان في 3 4 واقفين يعني بعد الجلسه ما خلصت. بقول له سياده المشير كام ده بدري؟ ليه لحد دلوقتي ما صدرش قانون الحد الاقصى والحد الادنى للاجور؟ يعني في حاجات مش مستحيل متعلقه. يعني كنا نقول لهم مثلا مجلس الشورى العمال والفلاحين، يقول لك لا دي مسائل ايه خلافيه خليها تحسمها الناس اللي انتخبوا. طيب فقال لي ده موضوع محتاج بس لما تيجي الحكومه اللي جايه او الرئيس اللي جاي. قلت له ده مش محتاج يا سياده المشير، يعني في حاجات بس هم عندهم رغبه بانه يرحلوا المشاكل الرئيس اللي جاي للي جاي. لما طالت المده بان في ازمه، كان ده مفهوم في ظل 3 ل6 شهور زي ما قالوا في الاول المجلس العسكري. لما طالت المده بدات لا في ملفات الانتظار فيها خطر. يعني مثلا العلاقه مع الخليج، العلاقه مع ايران، العلاقه مع امريكا، العلاقه مع اسرائيل، كلها ملفات مفتوحه. الموضوع بتاع جنوب السودان وشماله، الدول حوض النيل، العلاقه مع ليبيا الوقت والحدود اللي بيحصل، في حاجات لا يمكن فكره ارجائها اكتر من 1.5 سنة، احنا داخلين دلوقتي على 1.5 سنة. صحيح. فدي عايزه حلول حقيقيه، والحلول محتاجه سياسيين. انت برضه انت مش عاوز تسيس الجيش، يعني هو مش طول المده خطورتها يعني تخلي الجيش يتسيس. ودي كانت ميزه حسينا بيها في ثوره 25 يناير، ان الجيش مش متسيس وبالتالي مش منحاز لفكره سياسيه ولا تنظيم سياسي، ولا عايزين ده يسمح به على فكره. تمام. يعني مش عايزين برضه يجي تنظيم سياسي دلوقتي كبير يخش يسيطر على الجيش، كارثه ثانيه طبعا. فاحنا عايزين نخليه يظل في مهمته الوطنيه، ونعتبر انه وجوده في السلطه الان مهمه وطنيه مؤقته نقصرها، ونحاول ان زي ما بيقولوا سددوا وقاربوا، انه السياسيين والمسؤولين المدنيين يقوموا بالدور ده. تمام. فيخلينا ارجع تاني اقول انه تقصير المده الانتقاليه بقدر الامكان، وبالتالي اجراء الانتخابات الرئاسيه وتسليم السلطه، اعتقد اصبحت الان مساله بالغه الحقيقه عشان نبدا نحل في الملفات. انا اقول لحضرتك حاجه، انا مره وهو موجود دلوقتي في الخارجيه، سفير هو يعني دبلوماسي شاب، كان من رواد وتلاميذ الدكتور مسير الله يرحمه. انت عارف الدكتور مسير كان طبعا رحمه الله عليه مؤسس معانا، موجودين في جلسات في بيته، كان معانا صديقنا ده. فمره الكلام ده من 4 5 سنين، داخل بيروت لقيته في وشي،
اهلا دكتور في بيروت؟ في بيروت ومعه دكتوراه، هو شاب متميز يعني، تمام، من الوطنيين المتميزين يعني، وفي زيه كتير في الخارجيه. قال الدكتور انت بتعمل ايه؟ قال لي ده انا قنصل هنا. قلت له والله ده انا ما اعرفش. قال لي انا المهم يعني ايه، عزمني انا وعمرو حمزاوي على عشاء بالليل، فبنتكلم. ده بعد الثوره؟ لا قبل الثوره 4-5 سنين. قبل الثوره 4-5 سنين. فبقول له ايه الاخبار؟ قال له والله الاخبار كارثيه، احنا عندنا السلطه بتاعتنا نايمه في العسل، نبعت لهم ادينا 3-4 سنين طلب محدد ما بيردوش علينا، مشغولين بالتوريث. ايه الطلب ده؟ بيقول احنا كمصر عشان نلعب دور في لبنان لازم نفتح قنوات اتصال بكل الاطراف، من اول حزب الله لحد كل الناس، ميشيل عون وكل الفرق دي، و14 ازار و8 ازار، انت عارف التقسيم اللي هناك دي. فانت عشان تلعب دور لازم تبقى فاتح مع الكل. ما بيردوش علينا، قال دي سنتين ما يردوش علينا، عايزين نفتح قناه مع حزب الله عشان يبقى لنا تاثير. فقال اتفقت مع السفير، وبالصدفه ثاني يوم رتبوا لي ميعاد مع الرئيس فؤاد السنيوره كرئيس حكومه ساعتها. لقيت السفير بتاعنا هناك، سلمت عليه. اتفقت مع ان انا افتح خط معاهم، ولو حد سال يقول ده عملها من ورا ظهري. عشان دي في مصلحه وطنيه. تعمل اي حاجه وخلاص تسد. واحد بيقول لك ادينا سنتين بنبعت السؤال ما بيردوش علينا، مش فاضي لنا. فانت خلي بالك يبقى ده كان دلوقتي الوضع برضه بيسوء يعني، لان ما فيش حد مهتم خالص بالوضع الاقليمي. هو شوف هقول لك، هو مش بيسوء، هو زي ما قلت لك، هو ترحيله لحكومه منتخبه ورئيس منتخب ده يعني قد يكون سيكون جزء من بدايه حل المشكله، لكن هي طول المده وفي ملفات فتحت ما تنفعش انها ترجع. يعني مثلا اتفتح قصه العلاقه مع ايران مثلا، ده احنا بقى بص فراحوا بعد جم اعترضوا الاماراتيين. طبعا ما هي دي، وقالوا لهم المجلس العسكري، قالوا لهم الحقيقه، قالوا لهم الله ده انتوا عندكم 36 رحله طيران يوميه بين الامارات وبين ايران، احنا بنسافر عن طريق الامارات، وعندكم سفاره هنا وسفاره هنا، وعندكم حجم التجاره بالمليارات. قالوها لهم، ما زي احنا فتحنا سفاره تخربوا الدنيا ليه؟ بس في النهايه ما عملناش حاجه في الملف ده، رحلناه لما حد تاني يجي ياخد فيه قرار. ففي ملفات كتيره محطوطه على الترابيزه متعلقه ولم يوت فيها. وتقول لي مش معيله؟ لا انا ده ماليش علاقه بالمعيله، انا بتكلم على فكره الترحيل. يعني لما ما هو الترحيل ده ايه؟ الترحيل ده تخلي عن المسؤوليات. يعني شوف، انا خليني امشي مع مدرسه حسن الظن واسيب لك انت مدرسه سوء الظن. طيب ماشي حاضر. انا جاهز لسوء الظن. لا ما دي مهمه الاعلاميين بشيطان. طيب الشيطان. انا هنقلك بقى عشان القضيه دي ما نتكلمش فيها كتير، لان في القضيه الاهم دلوقتي الحقيقه، وانت بطل الحدث الان كابو العلا ماضي وكحزب الوسط فيما يتعلق بهذا الاختيار من الحزب للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مرشحا من الحزب هيأيده. وانتوا كنت قعدنا فتره طويله جدا عارفين انه سليم العوة، دكتور سليم العوة هو مرشح الوسط. الان حصل تحول كبير في الرأي. هل ده معناه انه الحزب مثلا درس موقف الدكتور سليم العوة ما لقاهوش يعني قد كده، ولا اقتناع بالغ بالدكتور عبد المنعم الفتوح لاسباب خاصه بالحزب؟ يعني لو تشرح لنا. لا هو شوف، خلي بالك، لم يكن دكتور العوة استاذنا الدكتور عوة مرشح حزب، ولم يكن الان الدكتور عبد المنعم مرشح حزب، لكن هو كان الحزب سيدعم مين في المرشحين. تمام، ده موقفنا الاولاني المستمر. بس انتوا كنتوا مؤيدين الدكتور سليم العوة؟ ايوه نعم. انا بس بقول ما كانش في فرق، بنقول ان الدكتور سليم العوة مرشح الوسط، فرق يقول ان الوسط يدعم ترشيح. تمام، دعم للترشيح. تمام. خلي بالك حضرتك، احنا لما خدنا هذا القرار اولا عملناه بطريقه ديمقراطيه. وبالمناسبه احنا حزب ديمقراطي، والحزب الوحيد بعد الثوره في القديم والجديد اللي عمل مؤتمر عام وانتخابات. ماشي كده؟ فاحنا كله بيقول كده يا باشمهندس. لا قول لي حزب تاني عمل انتخابات مؤتمر عام. بس كله بيقول احنا ديمقراطيين. لا انا بتكلم على مؤتمر عام. تمام. احنا عملنا مؤتمر عام. تمام. ماشي كده؟ فاحنا عملنا استفتاء او استطلاع راي داخل الحزب في اول ما بدا الترشيحات خالص بدري. تمام. وكان ده في يونيو 2011. فطلعت نسبه التصويت في ذلك الوقت 80% للدكتور العوة، وتوزعت بقيه الاصوات على. وكان ابو الفتوح ساعتها في هذا السباق، كان في اول السباق لسه يعني. ومع ذلك اخترتوا العوة. مش طيب. يعني بقول لك استطلاع راي عام. تمام. من يونيو لحد دلوقتي مر قد ايه؟ حوالي يمكن 10 شهور. واخد بالك؟ جرى في النهر مياه كثيره، وبدات الناس، وخد بالك ميزه الوسط انه زي ما كنت بقول، وحتى النهارده النتيجه وانا ببص فيها بقول لاخواننا وزمايلنا واخواتنا في الهيئه العليا انه ده بيعبر عن الشعب المصري. تعرف ان كل المرشحين خدوا اصوات. يعني عندك بس ابو الفتوح كان اكتر واحد. ايوه، ما انا كان 80%. لا 63%. الدكتور عوة 23%. وفي يعني دول 86، في 14% توزعوا على الناس تاني. بما فيها بوسينه كامل 5 شفيق خدت؟ لا شفيق ما كانش موجود فيهم. ما كانش موجود. عمر موسى خد، ما كانش موجود ساعه الاسماء يعني. اصل احنا ما حطيناش اسماء، قلنا من تختار. من تختار كما يشاء.
عمرو موسى خد اسماء، وخيرت الشاطر خد اسماء بسيطه يعني، بس خد حازم ابو اسماعيل خد اسماء، كل ده ما كانش الشاطر يعني. بقول انه عينه الشعب المصري، بس تركيزها في المرشحين الوسطيين الاثنين خدوا 86%. وتقريبا ده نفس الرقم ابو الفتوح والعوض اللي كان موجود ساعه المرة، بس مع اعاده توزيع الارقام. مع تبدل المزاج العام في الشارع، ومع شعور عدد كبير من الناس سواء في المجتمع او داخل الحزب، واحنا عندنا شريحه شبابيه واسعه، بدات تشعر بانه ابو الفتوح اقوى، اقرب، باين ان هو مستقل عن المجلس العسكري ومستقل عن الاخرين، شويه حاجات كده دخلت، شويه تصريحات. والدكتور عوض ما كانش مستقل عن المجلس العسكري، مستقل في الحقيقه، لكن الصوره بسبب تصريحاته رسمت له. انا قلت له الكلام ده بشكل مباشر، انا اعرف حقيقته انه ليس كذلك، لكن التصريحات وضعته في هذه المكانه، صورته لهذا. فبدا المزاج يتغير في شرائح واسعه بما فيها جوه الحزب. تمام، ماشي، شاعرين بدوسه كتير، بدا يضغط عليهم ناس كتير، وخاصه قالوا انتوا لما صوتوا. احنا دلوقتي الحمد لله على فكره الحزب في تزايد مستمر واعداد كبيره في الانضمام اليه. تمام. يقول لك احنا لم نكن مشاركين في اتخاذ القرار، فلا بد ان تعيدوا التصويت. فاحنا حاولنا ناجل التصويت ده. كفايه عصام سلطان، عصام سلطان هيزود لكم العضويه، ده نجم البرلمان. شغال تمام الحمد لله. الحمد لله. فالشاهد انه احنا حاولنا نفكر في احنا دول اقرب اثنين لينا من الفكره الوسطيه ورمزين كبار. دكتور عوض ده قيمه كبيره جدا وهامه كبيره. حاولنا نعمل جهود كثيره للتوفيق فيما بينهم. وبل في فتره كمان وسعناها التوفيق انه يدخلوا في باقه رئاسيه. سليم العوا انضم، حد ينسحب للثاني ايا كان، بس بحيث ما يبقاش في. وعرضت ده على الدكتور العوا؟ كل الناس عرضنا على الاثنين والعوا قال ايه؟ لا شوف، سيبك من التفاصيل اللي تمت، لانها مش شفت بقى الفرق ما بين السياسيين وما بين الاعلاميين؟ الاعلاميين عاوز يخلي الناس تقف في الشارع عريانه. لا ليه بس ده انا كنت ضد اللي واقف في الشارع دلوقتي عريانين. لا ده هو دلوقتي اهو حالا. حالا ده انا ضد. لا خلينا بس لا انت مش عايز تقول الحقيقه. لا هو شوف، في فرق مش عايز تقول الحقيقه، وفي فرق تقول ليس كل الكلام يقال. طيب ماشي، مش كده ولا ايه؟ ماشي. لكن الدكتور العوا زعل من ايه؟ من موقف الحزب؟ لا انا هقول لك التطور اللي حاصل. يعني هو انه احنا سعينا كثيرا للتقريب بينهم، بل سعينا نخلي دائره اوسع، نجيب الدائره الوطنيه تتوافق على مرشحين معينين، مرشحين الثوره تحديدا يعني. تمام. فده خطنا العام يعني. مع الضغط الشديد جوه الحزب عملنا استطلاع للراي. تمام. واستطلاع الراي ما حطلهمش قائمه يختاروا منها، قلنا لهم حطوا الاسم اللي على هواكم لكل المستويات القياديه بل والمستويات القاعديه. وجه الاحصاء واخرنا كثيرا اعلانه. ليه؟ على امل ان الجهود توصل لحل. تمام. يبقى احنا هنا المساله تبقى اوفق يعني. تمام. فلما المساله مش واصله لحل، مفيش تجاوب مع التصور احنا حاطينه ده، وبقى ضغط شديد. مفيش تجاوب. معلش خليني عشان حلقه معلومات. انت مصر. حلقه معلومات. مفيش تجاوب من الدكتور عبد المنعم ولا من الدكتور سليم العوا؟ الحقيقه الاجابه عن السؤال ده مش مفيد خالص. ليه؟ صدقني بس. ما احنا نعرف مواقف الناس برضه. خليني اقول لك في النهايه احنا مع الضغط. انت لسه بتقول لي مصر اتغيرت بعد الثوره والناس عايز لازم تعرف وتقول معناها لما تطلع تقول كلام تجرح بيها ناس انت بتحبهم وتضايقهم. طب ما خليها في النتيجه النهائيه. طب بقى صريح معاك؟ طب ما اكيد الدكتور العوا زعل النهارده. الله اعلم. وشاف ان حزب الوسط كده يعني في وسط الحمله الانتخابيه. بس هو على فكره من 10 ايام لما عرف ان في استطلاع زعلان من صراحتي بقى دلوقتي؟ لا انا هقول لك اهو، اقول لك تصويب للمعلومه بس. قال انا بعلن بحل حزب الوسط من اي وعد ليا او دعم ليا. ومع هذا احنا ما اخذناش هذا الاعلان على انه مبرر لاعلان النتيجه اللي كانت معروفه. تمام. بالعكس انا اول مره اقوله، انا نبهت على كل الناس لا احد يطلع هذه المعلومه غير انا شخصيا. لدرجه ان احد القيادات الكبار وهو شخصيه محترمه نسيت انبهه ان انا قلت الكلام ده للناس. لما راح له قال له عندنا تعليمات، قال له خلاص نفذوا التعليمات انه لا يطلع على هذه النتيجه الا رئيس الحزب. على اساس ان انا يظل الموضوع بالتعبير تحت الستر، ما تسربش لحد ما نشوف الجهود توصل لفين. فاحنا بذلنا اقصى طاقه في محاوله الوصول لتوافق او لحل. لما لقينا الطريق مسدود مع الالحاح والضغط علينا، النهارده اجتمعنا كهيئه عليا وقررنا اعلان النتيجه واعلان دعم ان انتوا هتدعموا ابو الفتوح. وهو ده زي ما بقول لحضرتك انه ايه، انه الحقيقه آلية ديمقراطيه. بس بعد الناس بعد الناس انت قلت لي انك ما شفتش كل ردود الفعل اللي على تويتر وعلى فيسبوك من شويه، بس كتير جدا من الناس شافوها ان ده نكايه في الاخوان، لانه حزب الوسط هو حزب قيادته خارجه عن جماعه الاخوان، وجماعه الاخوان استطالت وازدادت غرورا بعد الثوره، وبالتالي حزب الوسط بيدعم مرشح خارج عن الاخوان يعني نكايه في الجماعه. وكان الدكتور عوا نكايه في الجماعه كانش لها مرشح.
بالمناسبه، وكانت قال مش هترشح. لا ما انتوا قلبتوا بقى على الدكتور عبد المنعم. لا انا بجاوب، انا هكمل لك الاجابه. بس احنا واخدين موقف من قبلهم بدعم الدكتور العوة، وهم كانوا واخدين موقف بامتناع عن الخروج عن الدخول، وكانوا بيعاقبوا الدكتور عامل انه ترشح، وعاقبوا الشباب اللي معاه اللي دعموه انه خلفوا قرار الجماعه. تمام. فاحنا بامانه يعني اولا ده تصويت عام واصل للقواعد. تمام. كل قواعد الحزب شغاله اشتغلت في التصويت. عشان كده انت بتقول انه قريب من مزاج العمل المصريين. عشان كده بقول لك في ناس ادت اصوات الاعلاميه البارزه الاستاذ بوسينه كامل. انا ابتسمت وفرحت. في اصوات راحت للسيد عمرو موسى بس ما خدش اصوات قليله، خد 5%. يعني رقم مش قليل برضه بالمناسبه. طبعا وجوه حزب الوسط. وجوه حزب الوسط. فانا عاوز اقول انه واخرين وخيرت الشاطر اللي ساعتها كان موجود. لو احنا بنعمل والله لم يكن هناك توجيها باي شيء ولا اشاره باي شيء، والناس زي ما بقول لك كده كتبت في ورقه فاضيه قولوا لنا ما الذي تراه مرشحا مناسبا يدعمه الحزب، اكتب اسم انت عايزه. فاحنا بآلية ديمقراطيه الكل يشهد عليها التزمنا، بغض النظر عن في ناس في قياده الحزب ما زالت هواها مع الدكتور العوة، لكنه احنا كهيئه عليا النهارده الكل وافق على التصويت واعتبروا التزام حزبي، والحزب هياخد خطوات في الدعم. طيب هبعد من الدكتور العوة واروح لحمدين. حمدين كان جزء من التفكير حوالين وجود مرشح للثوره بشكل عام. هل الحزب الوسط ايضا بذل دور مع حمدين صباحي للتقريب ما بينه وبين الدكتور ابو الفتوح؟ هو مش احنا بس، اطراف كتيره، واحنا اليوم كنا في جلسه فيها الاثنين الصديقين العزيزين، مين ومين؟ الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور والاستاذ حمدين صباحي. ده دلوقتي ولا؟ خلصنا الساعه 8 تقريبا. خبر اهو. قبل ما اروح اجتماع الهيئه العليا يعني خلصنا 7 وشويه ولا حاجه. وجرى حوار راقي فين جدا الجلسه؟ في بيت احد اصدقائنا رجال اعمال، وجاب شخصيات عامه ومثقفين وادباء، مجموعه كبيره، الناس المحترمه كلهم يعني بشكره على الجهد اللي عمله ده. ودي مش اول مره، دي يمكن رابع او خامس مره يعني اللقاء ده. هذا اللقاء في نفس المكان. تمام. في بيت صديقنا العزيز ده. والفتوح وعبد المنعم كانوا موجودين. الدكتور عبد الفتوح والاستاذ حمدين. سوري. وجرى حوار راقي جدا. وانتهينا الى انه فكره ان حد يتنازل لحد اصبحت صعبه دلوقتي. على راي عبد الله السناوي كان حاضر معانا بيقول ده باقي 11 يوم ويصوتوا المصير في الخارج. ما تجيش وقت تقول حمله تقول له تقفل يعني. لكن هما الاثنين اكثر اثنين محسوبين على الثوره وواقفهم واضحه، وتم التوافق على انه هتبقى معركه شريفه يخوضوها، وانه ايا واحد فيهم ربنا يوفقه ويعيد الثاني هيقف معاه او حملته تكمل معاه، وباداره معركه راقيه، وبانه لانه هيظل كل واحد فيه شريحه شايفه ان هو الانسب، فبدل ما يختفي فالاصوات تروح لحد تاني. ورضيك انت الحل ده؟ مش قلقان مثلا انه يجي حد من خارج هذا التوافق الثوري على ابو الفتوح وحمدين، يحصل انه مثلا حد تاني اللي ينجح نتيجه تفتيت الاصوات ما بين هذه القوى الثوريه؟ انت عندك اصوات متفتته ما بين محمد مرسي وابو الفتوح، وعندك ابو الفتوح وحمدين، فممكن ده كله مثلا يصب لصالح حد مش محسوب ميدان على الميدان مثلا زي عمرو موسى. خليني اقول لك حاجه يا استاذ خالد، هو ما حدش عنده يقين ان يحصل الانتخابات دي. احنا عندنا 3 تجارب، كل تجربه كان عكس كل سابقيها، من اول الاستفتاء مرور الانتخابات البرلمانيه والثالثه دي. تمام. مفيش سوابق تديك مؤشرات حقيقيه على المزاج العام هيعمل ايه. المزاج العام زي ما شايف متقلب، والناس النهارده بتقول حد، ممكن بكره تقول حد ثاني، وده وارد طول الوقت لحد يوم التصويت. صحيح. ففكره انه طبعا اتقال في الجلسه دي النهارده من ضمن الناس اللي اتكلموا ناس قالوا كده انه التفتيت هيؤدي الى انه يطلع حد من معسكر ليس معسكر الثوره، او على الاقل معسكر اللي احنا متخوفين يخوش على كل حاجه يعني. اتقال ده بالنص يعني. تمام. بس لانه دي زي ما بقول لك 5 جلسه، وكل جلسه كان بينهم وبين بعض شهر، انه لما وصلنا للمرحله دي ما تمش اتفاق على انه كلهم يبقى في مركب واحد. صعب دلوقتي تقول لي بقى واحد وراه حمله وناس وصرف وتحرك وعمل، اقفل ولم شغلك. مصر نمره 1 بقى، عايزين مصر نمره 1. ما هو عارف المشكله فين؟ المشكله ان هو شايف هو ده مصر نمره 1. هو شايف من وجهه نظره ان هو لما يبقى موجود هي بقت نمره 1 بالظبط. طيب هكمل معاك في القضيه دي لان الخبر ده مش هسيبه، هفضل افصص في الجلسه بتاعت الساعه 8 دي بس بعد الفصل. طيب لسه هنرجع تاني لهذا اللقاء في الساعة 8 النهاردة في بيت أحد رجال الأعمال. اللقاء بين حمدين
صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح، واتحسم ان كل واحد يدخل يروح في طريق. هل حسيت انه ده انت قلت انت راضي بالنتيجه دي، لكن في ناس كانت متحمسه قوي لفكره يعني هذه البقاء الرئاسيه؟ الحقيقه اعترف لك اني واحد من هؤلاء المتحمسين، وكلمت طبعا دكتور عبد المنعم وكلمت حمدين وكان هنا. ان شاء الله الدكتور عبد المنعم يبقى معانا ان شاء الله الحد الجاي في البرنامج. مش محبطه ولا؟ لا مش محبطه، زي ما بقول لك، ما هو شوف، جزء من السياسه انك تبقى واقعي، زي ما بيقولوا في التعبير السياسه فن الممكن مش المستحيل. الممكن الوقت هو ده، لانه هو طبعا واحد قال، عبد الله السناوي صديقنا قال كلام اعترض عليه بعضهم، يعني قال عبد الله زي برضه بيدبها، قال كل واحد شايف نفسه ان هو قدر مصر ان هو يجي ويحكمها، فانت صعب ترجع القدر. فبعدين قال له انا مش كده، قال له مش مهم، انت بتقولي انا شايفك يعني. كان حصل ديبيت دمه خفيف يعني، والحقيقه كان جو كله ودي يعني. انت الوقت بقي فيه زي ما بقول في ماكينتين بالنسبه للشخصين دول، يعني ماكينتين شغالين ولهم تاثير ولهم وجود وفيهم ناس وحركه وكده. صعب تقول دلوقتي زي ما قال عبد الله السناوي، انت المصريين في الخارج هيبداوا يصوتوا 11 مايو، مش كده؟ تمام. فانت العمليه نفسها بتاع التصويت باقي عليها 11 12 يوم. فصعب تقول لحد دلوقتي لم ورقك. طيب. وخليك في خليني بقى انقلك على سر تاني من الاسرار والتفاصيل والكواليس اللي انت دايما بتبقى شريك فيها، وهي الاجتماعات اللي بتخص الجمعيه التاسيسيه في الترتيبات اللي في مع المجلس العسكري. والحقيقه احنا يعني النهارده امبارح والنهارده يعني انا شخصيا ما فهمت، رغم اني بتابع كل يوم، بس ما فهمتش هو هم كانوا اتفقوا ولا ما اتفقوش، وليه اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب قلبت على الموضوع، وبعدين ايه اللي طلع ازمه الحكومه مره تانية جددها في وقت ما احنا عمالين شغالين على الجمعيه التاسيسيه. هل كان حصل اتفاق مع المشير الاحزاب ايدته، واللي حصل في الجمعيه التشريعيه النهارده انقلاب عليه، ولا الجمعيه التشريعيه هي اللي صح، اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب اللي رفضت الاتفاق ده ما بين الاحزاب وما بين المشير هي اللي صح وانتوا اللي غلط؟ مش فاهم. انا ما حضرتش اجتماع امبارح، اعتذرت عنه وكان عندي ظرف عائلي في المنيا، فما جيش اجتماع يوم السبت. ولا عشان الولاد اللي واقفين ورا جنب وزاره الدفاع؟ لا انا اعتذرت يوم الخميس، ما كانوش راحوا. انا بعت ان انا في مناسبه عائليه انا محدد الميعاد، فما كانش ينفع الغيها. لكن هقول لك اللي حصل في وراء الكواليس ايه. لحد كيف انا حضرت الاجتماع الاولاني طبعا اللي اتفقنا فيه انه القوى السياسيه تتوافق على هيئه تاسيسيه، ولما نتوافق نيجي نختار المجلس العسكري عشان المشير يدعو المجلسين للاجتماع لاعاده اجراءات تشكيل الهيئه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه او اللجنه التاسيسيه. تمام. فبدات لقاءات عده وراء الكواليس للتحضير. تمام. احزاب مع بعضها. احزاب مع بعضها. واحد انا حضرته في الوفد، كنا 4 احزاب، احنا والوفد والكرامه والحضاره، وبعدين مجموعه احزاب ثانيه حضرت، وفي حد حضر زميلنا عصام سلطان، وبعدين في البرلمان عملوا 4 جلسات حضر معاهم، وبعدين عملوا جلسات في السوفيتيل في المعادي 3 4 مرات كلها، وكان بقى بيحضر فيها الحريه والعداله والنور والقوى المدنيه والجبهه والاطراف دي كلها. تمام. اخر حاجه حصلت يوم الجمعه بالليل. عملوا اجتماع بدا من 8 خلص 2 بالليل. مجموعه الاحزاب. واحنا كان لنا ممثل زميلنا طارق الملط كان حاضر، انا كنت في زاويه حركه في المنيا، وكان عصام سلطان في دمياط، فحضر زميلنا المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي. انتهى هذا الاجتماع الاتفاق بنسبه 98% على كل حاجه، التشكيل وآلية اتخاذ القرار، فقط في وقف عند نقطه انه كله من المجلس، كله من خارج المجلس. لا هو ما كانش فكره كله من خارج المجلس، هو عمليا كانه كده، بس في حصص الاحزاب تستطيع الاحزاب ان تاتي بمن يمثلها سواء من المجلس او من خارج المجلس، فبالتالي كانه ما فيش حصه محدده، ما فيش حصه للمجلس محدده. تمام. اختلفوا في نقطه واحده، النقطه واحده اللي بتاع التصويت. التصويت جوه الجمعيه التاسيسيه بالثلثين ولا بالاغلبيه المطلقه؟ اغلبيه الحاضرين عدا الحريه والعداله كان مع الثلثين، ووصلوا لحل كومبرومايزنج احنا كنا اقترحناه انه يبقى ثلثين الحاضرين مش ثلثين الجمعيه. لو مفيش توافق التصويت يكون الحاضرين. اوكي. وطبعا فرق كبير بين ثلثين الحاضرين وثلثين الجمعيه. طبعا. وعد ممثل الحريه والعداله اللي حاضر بانه يراجع فيها دي، يعني ما التزمش بالنص ده، قال لازم ارجع الا لما يرجع لمجلس الشورى لقياده الحزب والجماعه. بيرجع بقى ساعتها لمين؟ للحريه والعداله ولا لمجلس الشورى؟ والله دي حاجه هم مرتبينها داخلهم يعني. طبعا هو في الحقيقه بيرجع للجماعه. ايوه كده في الحقيقه يعني هو صاحب القرار حقيقي الجماعه. تمام. مساله مش سر يعني، ولا تمام. ولا يعني انتقاص ولا زياده، انا بنوصف واقع. فراحوا الاجتماع ثاني يوم السبت، انا ما حضرتش زي ما بقول، كنت في سفر، ورئيس الحزب الحريه والعداله ما حضرش، اظن بعد الدكتور عصام، انا شفته بعد كده، فلقيتهم طالعين. النقطه حصل فيه خلاف في الاجتماع ده على تمثيل احزاب الفلول
اجمع الحاضرون على انه لا يمثلون في 7 احزاب، ده ليه مقعد ده ليه مقعدين ما يمثلوش، وده ليهم نواب في البرلمان. ما انا بقول لك له مقعد او مقعدين. تمام. كل حزب له مقعد او مقعدين، حاجه زي كده، حد له 3 جايز، يعني ده اقصى حاجه. واتفقتوا ما حدش من الفلول يدخل؟ اتطرح الموضوع ده لما راحوا الاجتماع. التعديل الرئيسي اللي انا فوجئت بيه وما اعرفش ايه مصلحه المجلس العسكري انه يدخله، رجع فكره احزاب الفلول دي تمثل، وبالتالي ده ما كانش دور الاجتماع، لانه المجلس العسكري زي ما قال المشير والفريق سمعنان ليس طرفا في الموضوع. المفروض ان هو بيقول للناس اتفقوا واحنا مالناش مصلحه، اتفقوا عليه احنا نمشيه. تمام. فالقوى الرئيسيه كلها اتفقت وجابت اتفاق شبه كامل. فهو ده النقطه انا رايي اللي لو كان انا ما شفتش قرار اللجنه التشريعيه كانت تعترض عليه بالظبط. اظن هي لو اعترض على النقطه دي، هي النقطه دي التي لم يتم الاتفاق عليها. الجلسات طويله، 10 جلسات تمت، انه المجلس العسكري يتدخل في فرض ممثلي الفلول. والحقيقه خريطه الاجتماع ما عادش مريحه. الدعوه الاجتماع ده اللي بيحصل انك في 18 حزب ولا 19 منهم 7 8 احزاب فلول، و3 بيحضروا من اعضاء مجلس الشعب، 2 معينهم من المجلس العسكري، والثالث هو الاستاذ مصطفى بكري. التمثيل نفسه ما عادش مريح. يعني في كده حتف ناحيه الفلوس شويه. ده اللي خلاني يعني بقيت مش متحمس ان اجي من السفر في الفجر عشان اكون الساعه 10 هنا مش مرتاح، وكانش لسه حصل اتفاق، فانا اعتذرت من يوم الخميس. طيب في الحاله دي بقى واحنا داخلين على انتخابات رئاسه وبتتعثر مره اخرى ترتيبات الجمعيه التاسيسيه للدستور، عندنا اشتباكات عند وزاره الدفاع مستمره اهو بقى اليوم الثاني. والمشير قال علنا ازاي هنعمل انتخابات رئاسيه من غير دستور. طب ازاي انت بقى شايف الدنيا هتمشي ازاي في الحاله دي؟ هو بيقول ما فيش انتخابات من غير دستور والانتخابات. هو طبعا انا كنت حاضر في الجلسه اللي قال ده، هو ما قالهاش سبيل اليقين او الاقرار. انا قلت يعني العمل ده اللي زودها بهارات تصريح مصطفى بكري بعد ما خرجنا. يعني انت زي ما كنا قاعدين بندردش في 100 موضوع، في وسط الكلام قلت مش يعني هيبقى صعب نقل السلطه، يا جماعه حاولوا تتفقوا مع يعني بيتساءل ازاي الراجل ما بيحسمش. الحقيقه ما كانش كده. والا لو كان كده انا كنت واحد من الناس اقول له لا انا معترض على ده، ما اتفقناش عليه ومش من حق تفرضوا علينا حل معين. لكن ده ما حصلش. اتقالت انا لم اجد عندي رغبه في ان انا اعلق عليه، لان اتقالت في سياق تعبير عن راي من حقه. يعني الموضوع ما خدش اللي زوده وعمل له شويه بهارات لما طلع مصطفى بكري يقوله في المؤتمر الصحفي، لدرجه هو بيقوله وطيت على الدكتور مرسي والدكتور سيد بدوي بقول لهم والله الكلام بيقولوا ده منين؟ ما اتفقناش عليه. انا بتكلم ما قلتش لمصطفى بكري ليه هو؟ ما انا بقول لك هو بيقول وانا مديله ظهره، كنت نادالي اجاوب على السؤال. جاوبت على السؤال وانا نازل مع البتاع في بتاع عاليه كده حاطينها في الامانه في وزاره الدفاع، فلقيته بيقول كده وانا مديله ظهري وماشي كده رايح عليهم. قلت لهم والله الكلام ده قال لهم ما اتفقناش عليه. طب بيقولوا لي ما تردوا عليه، رحت بعدين مشيت، كنت عربت ومشيت ما كملتش المؤتمر. فهو ده اللي عطى الموضوع شويه بهارات. لكن خليني اقول لك الحقيقه، احنا دلوقتي عشان يحصل نقل حقيقي للسلطه، احنا العنق الزجاجه دي عايزه تصور متوازن عشان نعرف نعدي منه. ايوه ازاي بقى؟ ما احنا انا هقول لك اهو انتوا حلوا لنا بقى الموضوع. ما انا بقول لحضرتك الفكره اللي احنا بنحاول نتفاهم فيها مع كل الاطراف. دلوقتي عندك لو استعمل التعبير العامي شويه 3 اكوام كده. تمام. في كوم هنا فيه المجلس العسكري، في كوم هنا فيه الاخوان مثلا والسلفيين، القوى الاسلاميه الشديده الوضوح. وفي معسكر في بقيه الاحزاب والقوى. دول 3 معسكرات رئيسيه، وكل طرف له حيثيه في المجتمع وله وجود وله تاثير. تمام. لا يمكن تجاهله. المشكله اللي عملت ازمه مبكره ان كان في طرف بيتعاود مع طرف ويتجاهل الطرف الثالث. يتفاهم معاه. مفهوم. وما اشيع عن الصفقات ورئيس التوافق والكلام. اللي هم كتله الاخوان والسلفيين الثانيه دي. ايوه كتله مع المجلس العسكري. ده خلق ازمه في المجتمع، لانه ليس من حق احد ان يتفاوض على مستقبل مصر ويتجاهل طرف رئيسي اخر، بقيه القوى والاحزاب الموجوده والتيارات والاقليات وحاجات كتير قوي مهمه. تمام. فده افشل الموضوع، وده اللي خلق الازمه. انه جه بقى عند الاستحقاقات في طرف حس انه مش عارف يمشي استحقاقاته، بدا يتنصل منها فدخل في صدام. كده واضحه المساله؟ واضحه جدا. يبقى هنا الازمه هنا ايه اللي يحلها؟ يحلها انه بدل ما يبقى لو احنا 3 مفيش 2 يتفقوا. لازم ال3 على الترابيزه يطرح كل الموضوعات ويوصل لحلول عادله ترضي الاطراف ال3. تمام. لو ده تم كله هيقدر يشرح ده الراي العام. احنا بنعمل ده ليه؟ ما احنا كل الحوارات دي عشان ده يتم. بالظبط. يتم ازاي بقى دلوقتي؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، لو انت عندك ممثلين حقيقيين للاطراف ال3 دول في حوار معمق عن كل طرف عنده قضايا تهمه. الاسلاميين بيقول لك موضوع الهويه ومش عارف ايه، ماشي هنريحكم فيها. القوى الاخرى الحريات والابداع وحقوق الاقليات، ماشي. القوات المسلحه دورها وموقعها ايه في الدستور في الفتره الجايه عشان تسلم السلطه، ماشي. دي ال3 قضايا رئيسيه.
لازم يتحط تصور مقبول من الثلاث اطراف دول ومقبول من الراي العام يمكن الدفاع عنه. بما انه مش هتبقى اتفاقات تحتيه ولا بين طرفين على الترابيزه، كله علني، علني وموضوعي وله اسبابه اللي يمكن التي تحمله زي ما بيقولوا القضاه في المحاكم، اسباب تحمل الحكم، خلاص هنوصل لتصور محدد. ايوه يا باشمهندس، الحلول. امال الاعداد دي ليه؟ ما هو اللي انت ما بتقوله دخلناش ده تحليل دقيق. ده الاعداد اللي انتوا بتقعدوها دي كتير ومتكرره، لم يفتح فيها الموضوع حتى الان. كل الاعداد بتتكلم في التحضير، التحضير اللي هو مين؟ التحضير اللي هو طريقه تشكيل الهيئه التاسيسيه. لما كان الاخوان بيقولوا او الحريه والعداله تحديدا الدكتور محمد مرسي بيقول يا جماعه تعالى نتكلم عن المنتج النهائي، ما كانش حد بيسمعه، وده مش منطقي، وانا واحد من الناس مش موافقين على كده. المنتج النهائي مش هيتعمل بمعزل عن تركيبه الهيئه التاسيسيه اللي هتطلعه. صح. فما نقدرش نتكلم في منتج نهائي غير لما نستقر على تمثيل متوازن داخل الهيئه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه. طيب فاحنا لو نجحنا في حل الخطوه دي، الخطوه الثانيه نبدا فيها، حتى لو لم يتم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه، هتتم الانتخابات ما يبقاش في مشكله ويخلصوا براحته، بس لو تم التوافق. طب ازاي الدستور؟ طب الرئيس يجي باي صلاحيات؟ هل نحتاج اعلان دستوري جديد، ولا هل نرجع 71 ولا هل نرجع 54؟ حصل اجتماع مع اساتذه القانون وعمداء كليه الحقوق مع المجلس العسكري، استمر حوالي 7 جلسات مع الفريق سمعنان وعدد من اعضاء المجلس. اللي كان فيه الدكتور كمال ابو المجد ناس كثيره، والدكتور محسوب وعدد اخر ناس كثيره. صح، محسوب كان هناك. فانا وصلنا طبعا تفاصيل ما جرى في الاجتماع، وهو اتناقشوا في نقطتين. النقطه الاولى احياء دستور 71، وكان راي الغالب رفض. النقطه الثانيه هل نصدر اعلان دستوري عشان نفصل فيه الصلاحيات ولا لا؟ اتقال انه الاعلان الدستوري الحالي فيه صلاحيات رئيس الجمهوريه وفيه صلاحيات اللي هي المؤقته البرلمان، اللي على اساسها بيتولاها الان المجلس العسكري، فيمكن نقلها كما هي. ففي بعض الان طيب ما في حتت مش واضحه، زي حته الحكومه مين يشكلها وسحب الثقه. يعني اقترح في الاجتماع ده اصدار اعلان مكمل للماده، يتضاف مع بعض المواد عشان الرئيس دوره يبقى باين، تتوضح اكتر الثلاث حلقات دول، الحكومه دورها ايه وصلاحياتها ومين يشكلها، وسحب الثقه يتم البرلمان يتم ازاي، والرئيس علاقته بالاطراف الثلاث دول، المساله تتوضح اكتر. ده اقتراح قيل، وحتى قيل كما بلغني من حاضرين يعني انه ده يصدر، اقترح عليهم يصدر يوم 22 مايو قبل الانتخابات بيومين، يوم 23 هي مايو، ويطبق بدءا من 2/7 حتى لا يكون هناك شبهه ان المجلس العسكري بيعمله لنفسه. تمام. يعني ده اتقال علشان يبقى ايه المساله. واتفقوا على كده؟ ما هم الحقيقه ما يقدروش يقولوا اتفقوا، خد بالك دول كلهم اساتذه قانون بيقدموا استشاره قانونيه للمجلس العسكري، المجلس العسكري محتاج يتفق مع القوى السياسيه على كده. دي الخطوه الثانيه لسه ما تمتش. والقوى السياسيه عمرها ما بتتفق. شوف انا رايي، مش حاسس بكده ولا ايه؟ لا خد كلام مواطن زيي. هقول لك يعني انا راجل مواطن. هقول لك حاجه، لو المجلس العسكري وجه الدعوه بطريقه صحيحه ممكن نتفق. بلاش حكايه احزاب الفلول والاعضاء المستقلين اللي هو معينهم دول حيثيتهم ان انت معينهم. اللي هم مين؟ واحد اسمه ياسر القاضي ولا يسر القاضي والست مريان ملاك. دول معينين. والمجلس بيجيبهم ليه؟ مش يمكن عشان تمثيل القبطي في مريان مثلا؟ طب والتاني ده بقى تمثيل ايه بقى؟ لا ما اعرفش، انا مجرد تصور. طب هو ما ينفعش واحد زي مين اسكندر؟ ما ينفعش واحد زي عماد جاد؟ مش كده موجود نواب في البرلمان ومحترم. انا مش بقولش مثلت ليه النائبه المعينه؟ يعني عايز اقول ان في شخصيات وطنيه خلفيتها انها مسيحيه بس تبقى موجوده في الجلسه دي واحسن من يمثل. وعماد جاد عضو في البرلمان. ما انا بتكلم على البرلمان، وامين اسكندر عضو في البرلمان. يعني انا بتكلم على شخصيات وطنيه لا يشق لها غبار واصلها مصريه. يعني في النهايه مش عايز اقول بقى مسيحي ومسلم، دي مش دي النقطه يعني. صحيح. انت دلوقتي جاي تتكلم عن توافق سياسي، فانت عايز اراء قوى سياسيه. عمركم ما سالت مثلا الفريق سامي؟ سالت انا على فكره، سالت. قال لك ايه؟ المره الاولى كانت الاستاذه مريان دي موجوده، فقال انها شابه وقبطيه. مش الفريق سمعنان، احد اعضاء المجلس يعني. المره الاخيره دي فوجئت بالاخ اللي حاضر ده، وفوجئت انه متعين بس ما سالتش حد عليه يعني. يعني في 2 متعينين. 3 اعضاء بيحضروا وبيتكلموا وبيتحاوروا كده. يعني مفيش مثلا حد عنده خبره تخصصيه معينه، مثلا واحد بيفهم قانون، لا واحد بيفهم سياسه. انا رايي انه في الاخر يتعدوا اصوات في الجلسه، وده بيخلي الموضوع مش فير في اتخاذ قرار. لما يبقى في 7 8 احزاب فلول و2 3 اعضاء مجلس الشعب، 2 منهم متعينين، تصويت كده مش يعني انت والفلول دول هيروحوا فيكوا فين؟ لا مش فينا. يعني لو انت قاعد ومحمد مرسي قاعد، احنا في الكلام بفضل الله ناكل وناكل 100 زيهم، ما بيقولوش عنا بحاجه، بس انت في الاخر بتعد علينا عدد. ده في 6 10 بيقولوا كذا،
وبل 6 7 الاحزاب الحقيقيه لا يتجاوز 7 8 احزاب اللي ليها يعني في حزب عنده كتله قد كده وحزب بعد كده وحزب يعني انت بتتكلم على الحريه والعداله والنور والوفد وبعدين تحط بعدين مثلا البناء والتنميه والوسط مصريين الاحرار مصريين الاحرار قبل منهم مصريين الاحرار ومصر الديمقراطي وبعدين البناء والتنميه وبعدين الوسط وبعدين الكرامه والاصلاح والبناء اللي هو بتاع انور السادات خلاص والتحالف الاشتراكي اللي هو الثوره مستمره هي دي الكتل الحقيقيه لها حقيقي. بعد كده بقى انت بتزود عدد قدهم واحد عنده مقعد واحد عنده مقعدين واحد عنده مقعد واحد عنده مقعد ما ينفعش في رايك؟ لا طبعا. طيب لو انت بقى اللي بتقرر يعني ايه الحل الامثل اللي انت بتشوفه مفيد للبلد ورتبها لي كده من هنا لحد 30/6 ايه اللي يحصل لو من وجهه نظر ابو العلا ماضي؟ انا رايي انه انا اقترحت قلت اول 10 احزاب ممثلين في البرلمان بس لا يزيد عن هذا. اول اجتماع مع مشير طنطاوي اللي هو بعد حل الجمعيه التاسيسيه كنت انا اول متحدثين واول اقتراح قلته توهوا الاقتراح عملوا لجنه يقول لك من كل احزاب ممثله ورؤساء هذا البرلمان بقينا 36 واثنين رئيس مجلس الشعب والشورى في 38 يقعدوا يتفقوا على حاجه يعرف. طب لو من كل احزاب ممثله برضه يا باشمهندس المستقلين فين؟ نقدر نختار واحد مستقل بس يعبر. لو انت اخترت واحد زي عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي مش كده او اي اسم تاني زي كده مصطفى الجندي في اسماء لو انت اخترتها هتشعر ان المستقلين ممثلين بس مش اسماء المعينه. تمام طيب يعني انت لو عاوز توصل لحل انت بتسالني دلوقتي عن نقدر نعمله ازاي؟ ما انا عايز نرسمه انا وانت دلوقتي ادي اول 10 احزاب ونجيب مجموعه من المستقلين واحد مش مجموعه ماشي واحد مش اكتر من كده يعني ذوي له حيثيه ومستقل تمام يبقى له عنده راي وموقف ورؤيه ويا حبذا يكون بيمثل رؤيه او تيار مش موجوده بقوه في التمثيل دول. حلو ماشي كده وليكن مثلا حد من الرموز القبطيه المؤثره كفايه اذا ما كانش جاي من خلال الاحزاب او سيده حقيقيه مش مجرد سيده بس مش معينه لا يعني عايزين ناس حقيقيين يعني احنا تفكر مش زمان مجرد سيده ولا مش مجرد سيده معينه لا ليس ما هو برضه مش مجرد سيده ولا مجرد رجل ولا مجرد مسيحي ولا مجرد مسلم احنا عايزين ناس حقيقيين تمام مش بحيث يبقى اضافه حقيقيه بتدور على كفاءه تضيف تمام. ده مساله خطيره ده مساله تفاوض مركبه. انا فاكر وانا عيل صغير رحت خدت دوره في التفاوض السياسي يعني دي مساله صعبه جدا ومركبه وعايزه شغل فمش مجرد الناس تقعد عشان نبقى عدد في الاخر لما يجي نصوت تطلع تصويت في اتجاه معين صح. مش هو ده الكلام الجد صح. ده تضييع وقت. كلام الجد اقصى حاجه 8 أو 9 أو 10 احزاب قلنا 10 ومعاهم مستقل ومعاهم واحد مستقل تمام دول 11 واحد يعملوا ايه؟ يقعدوا مع بعض في حته كده يطلعوا بره القاهره يقعدوا لهم 3 4 ايام ويا حبذا لا ونضيف معاهم واحد من مجلس عسكري تمام لازم واحد ممثل مجلس عسكري في الجلسه دي تمام يقعد المجموعه دي تتفاوض على ال3 مطالب الرئيسيه لل3 كتل دي تمام. ايه يا عم انت خوفاتكم ايه؟ موقف العسكر الهويه المطالب الاخرى الخاصه بالقوى والحريات الحقوق والحريات والابداع وحاجات كتير والاقليات الى اخره ويدب عندنا مشاريع. طيب انت طالب ايه يا عم؟ انا طالب 10 مطالب. لا كتير عليك ال10 دول المنطقي 3 أو 4 مش بنفاوض بس نتكلم على انا بقى بضرب امثله ونصيغ انا في ذهني اسئله كتير عارف اجاوب عليها في كل الموضوعات بس ما ينفعش غير على الترابيزه وما ينفعش تزايد بيه في الاعلام لانه في ناس بتطلع في الاعلام تزايد عشان تحل الموضوع مش عايز تحل. لما توصل المجموعه الناس بيبقوا لزاز قوي مش زي كده يقعدوا يكتبوا حاجات ما ينفعش اقول ما شوف اقول لك حاجه انت لو انت عايز تلعب دور في التوفيق والتقريب بالناس ما ينفعش تقول كل اللي عندك صح عشان تعرف تتواصل مع الناس يعني ما تقطعش كل الخيوط. فانت تقدر نقعد يومين 3 في حته مقطوعه المجموعه دي ال 11 12 واحد دول ونطرح كل ده الى ان توصل لتصور لصلب الموضوعات. خلصت هنديهم للممثلين الموجودين في الهيئه التاسيسيه والفنيين الصناعيه مع احترامي اقصد اساتذه رجال القانون بقى والقانون الدستوري خلصت ياخدوا لهم بقى اسبوع اسبوعين شهر شهرين دي مشكله. لو حلينا ده العقد كلها خلصت بقى واحنا شغالين لحد الخامه الرئاسيه خلصت ما خلصت تخلص براحتها خلاص احنا حلينا الموضوع وتطمن كل الاطراف مفيش حد هيتغول على التاني بس. طيب هرجع بيك لانتخابات الرئاسه. طبعا انا عارف انه الكلام في الجمعيه التاسيسيه ساعات بيبقى قانوني وكله تفاصيل وكده بس يعني انا في وجهه نظري دي القضيه الاهم اللي لازم كلنا نطلع عليها. هرجع مره ثانيه لانتخابات الرئاسه بس بعد الفاصل. باشمهندس ابو العلا وانت رجل عادل عانى كثيرا من الظلم في سنوات ما قبل الثوره
انا شخصيا كنت من اكتر المتعاطفين مع حزب لو الوسط، مدافعين عننا كمان يعني كنت متعاطفين. الحقيقه كان حاجه مأساة كبيره جدا. مش شايف واحنا بنبني دوله العدل انه هل يجوز ان يكون هناك هذا الاقصاء اللي حضرتك اتكلمت عنه في موضوع احزاب الفلول؟ هذا النوع من الاقصاء اللي ظهر الحقيقه تجسد في تعديلات قانون مباشر الحقوق السياسيه. ممكن اكون شخصيا من الناحيه المنطقيه انا متعاطف، من الناحيه المنطقيه طبعا ما ثوره ولازم الناس تبني، وانت يعني البعيد ما عندكش نظر، يعني المفروض تقعد في بيتك شويه. لكن افرض عايز، هل يجوز وانت رجل حقوقي ان نقصي بالقانون كما كنا نقصى من قبل بالقانون؟ لا، هو شوف، هي دي نقطة عايز توضيح. هي مش فكرة إقصاء، أنت عندك في نظام مسؤول عن إفساد الحياة السياسية وبسببه قامت ثورة وسالت فيها دماء. غير منطقي إن رموز هذا النظام اللي شاركوا في الإفساد يجوا يشتغلوا تاني في النظام الجديد في فترة تفصيله وتشكيله. زي ما احنا بنقول مش مقبول إن الإخوان ينفردوا لوحدهم بصياغته، دي مرحلة انتقالية مهمة لازم يبقى فيها كل الأطراف. الطرف اللي شارك في الفساد بغض النظر هو طبعا ايه الخطأ الاستراتيجي اللي ارتكبه المجلس العسكري في القصة دي؟ كان يقدر يطلع قانون العزل ده قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى، فضل يماطل لحد ما طلع قانون مسخ ملوش اي معنى ولا طعم ولا لون ولا رائحه، ودخلوا والشعب سقطه. كويس كده؟ في الانتخابات البرلمانيه، يعني التمثيل ده تمام الشعب طبق العزل لوحده، ده كان اقيم. ايوه، بس كان في ظل انتخابات فيها طرف كتير بتسيطر عليها وفيها قواعد شبه عادله في الانتخابات، مش هقول عادله كامله. المشكله في انه فجاه الراجل اللي كان مسؤول عن كثير من الفساد اللي حصل والدماء والتعذيب بيترشح لنا على اخر لحظه وبتتسخر له امكانيات الدوله. تمام. تقصد سكرتير عام المحافظين بيجمعوا العمد اللي هو اسمه ايه؟ عمر سليمان. السكرتير عام المحافظين بيجمعوا العمد، يطلبوا منهم يجمعوا مسؤولين في شركات وهيئات مهمه، ناس في مبنى المخابرات العامه بيجتمعوا ينظموا الحمله اللي بعد كده البيان طلع يقولوا انه احنا على مسافه واحده والقول يمنعنا. وكان فعلا بتوع المخابرات بيعملوا كده؟ ايوه، اجتمعوا ينظموا الحمله، 90 ضابط اجتمعوا في مبنى المخابرات ينظموا الحمله. دي معلومات ولا معلومات طبعا؟ شائعات. معلومات. انا اللي بقولها على مسؤوليتي. وقلتها الناس مسؤولين في مجلس عسكري. دي معلومات. الله، ده عملناش ثوره بقى، وعندك ماده اسمها 28 لو حصل تلاعب في الانتخابات مش هتعرف تطلع من قدامها. تمام. ده الفرق بينها وبين انتخابات مجلس الشعب والشورى. لو كانت انتخابات فقط زي ما كانت في مجلس الشعب والشورى، الشعب سقطهم، دي الحقيقه. ولو لان كان في رقابه على الانتخابات والقضائيه وبتطعن وبتروح وتاخد احكام وتلغي وتعيد الدوائر، مش كده؟ تمام. انت دلوقتي بقى داخل في مرحله خطر هنا، ومفيش ومحصنه قرارات اللجنه. الله ينور عليك. تمام. يبقى انا هنا القانون ده كان منطقي جدا. داخلين في حيطه. واخد بالك بانك، لانه ما تقوليش بقى ما تسيب الناس الشعب يعزلهم. لكن في رايك انه قانون عادل؟ عادل. مش عادل ليه؟ من ناحيه الحقوقيه ولا من الناحيه السياسيه؟ شوف، انا رايي الاثنين. هو انت شفت اساس القانون، في ناس قالوا دستوري جدا وناس قالوا مش دستوري، فانت عارف المساله فيها خلاف بين المتخصصين. بس كمان من الناحيه السياسيه انت مش بتدي عقوبه، انت بتحط شروط ترشح. انت حطيته في قانون، يعني ايه شروط الترشح؟ زي ما قلت لازم يكون امه وابوه ما يحملش جنسيه اخرى. تمام. شروط ترشح ما يكونش واحد من اللي شاركوا في النظام السابق في الفتره 10 سنين الاخيره في افساد الحساسيه وصفتهم. تمام. وزي ما بيقول القانون قاعده عامه مجرده. دي قاعده عامه مجرده تنطبق على 60 70 اسم على الاقل، مش كده؟ تمام. وبالتالي انت ما كنتش بتفصله على واحد بس، اللي فجره واحد. تمام. وبالمناسبه في الدنيا كلها ممكن يتعمل قانون لواحد، بس هذا القانون ما كانش لواحد. المره دي كان في خطر واحد بسبب الماده 28. تمام. عارف لو الماده 28 مش موجوده مش مهم، انتخابات هتيجي كان ممكن يطعن عليه وكل حاجه. لكن انت مش بس واحد ايده ملوثه فيما جرى في اللي فات ده كله، لا، وفجاه لقيت اجهزه الدوله بتشتغل ونظام المحليات الامنيه لعمر سليمان. ايوه، والحزب الوطني بدا يتلم ويتنظم بتعليمات مركزيه واجتماعات تمت ولا عارف اماكنها. لا. طب ليه ده ما حصل؟ ما عملوش ده ليه مع احمد شفيق؟ اسال اللي عمله، هو احنا اللي عملنا؟ لا، في تقديرك. صح. في تقديرك. ما هو شوف، خلي بالك حضرتك، ما هو في ولا عمر سليمان اقوى واخطر، ولا احمد شفيق مش فلول قوي، ولا ايه؟ لا فلول ونص. بس هي النقطه انه في الصراع الدامي ده ما بين الاخوان والمجلس العسكري كل واحد بدا يدفع بورقه. يعني انا رايي انه دخول الاخوان بنزول خيرت كان كرسي في الكلوب، فراح رد عليه المجلس العسكري بكرسي ثاني في الكلوب بقبل منه. ده اللي خلى الحكايه توصل لكده. يعني قبل النزول ده ثم النزول ده الحلقه. ولذلك احنا لما رحنا نتقابل مع المجلس العسكري المره اللي فاتت كان يوم حد اللي هو بعد يوم السبت اللي بعده في الثلاثه. انا قلت الحمد لله 50% مشكله راحت.
مش كده؟ في 3 ابعدوا يومها السبت. تمام. وكان لسه القرار ما انتهاش، كان لسه القرار النهائي يوم الثلاث. تمام. فقلت 50% لو استمر على كده يبقى 50% مشكله. بقى ال 50% الثانيه هي ايه؟ الهيئه التاسيسيه. لو عرفنا نحلها يبقى احنا يعني خلصنا من الازمه الموجوده. طيب هسألك سؤال، هل ما مش ملاحظ انه يعني هؤلاء الفلول الذين انتظموا واجتمعوا والى اخره ممكن يدعموا الفريق شفيق؟ حقهم يدعموا اللي هم عايزينه. انا بتكلم عن الدوله، انا اتكلم عن الدوله مؤسساتها تخش طرف. حلو. احنا كنا بنعاني ده، هو مش كلام بيحصل. الحزب الوطني دلوقتي هو بياخد المواصلات والنقل والاعلام والشرطه وامن الدوله واموال العامه في الدعايه، مش كل ده كان بيتسخر. صح. هو ده المشكله. دلوقتي هل انت مش خايف انه يتوجه كابو العلا ماضي وكسياسي وكمراقب وكناشط ثوري وكل حاجه، مش خايف انه كل ده بعد ما اتضرب الفلول في عمر سليمان يتوجهوا مباشره الى فريق شفيق؟ هل دي في حسابات انا ليس عندي مشكله يا سيدي مع الفلول وانه صوتوا لمين حتى ونظموا نفسهم واشتغلوا. انا كان مشكلتنا الرئيسيه في الموضوع عمر سليمان هو طب ما احمد شفيق كان مترشح قبل منه. مشكلتكم ايه؟ المشكله الرئيسيه ان فجاه بقت اجهزه الدوله بتشتغل لحساب عمر سليمان. بس عشان ده هو ده اللي خلى الموضوع خطوره. يعني انت عارف زي ما بتقول ايه، انا وانت هنخش ملاكمه بامكانياتي وامكانياتك، مش هتروح تجيب لي انت الملاكم الشهير تايسون يلعب باسمك. القواعد هنا اختلت. يعني انت لو انت بتحتكم لقواعد من حق، ما هم مواطنين حقهم ما هم كانوا بيختاروا، ما هم كانوا مختارين واحد ويصبوا عليه. يعني لازم هتبقى المجموعات دي هترى مين اقرب انت بتقول دلوقتي ما عندكش اي مشكله، انت عندك مشكله في انه تم استخدام اجهزه الدوله. ايوه. طيب في حاله وما عندكش اي مشكله ان الفلول ينظموا نفسهم لدعم الفريق شفيق، برضه ما عندكش مشكله. لو نجح الفريق شفيق هنرجع نقول لا خليني بس اسالك اقول لحضرتك حاجه. احنا لسه عندنا مشكله مع الماده 28. ايوه دي قائمه ما اتحلتش لحد دلوقتي. طب ممكن اقول لك على حاجه محشرجاني شويه؟ قول. هو الماده 28 دول انتوا في الحزب الوسط واخرين انتوا كنتوا مع الاعلان الدستوري وكنتوا مع التصويت بنعم. ايوه. اشمعنى؟ يعني برضه عشان الناس تبقى فاهمه. ما انا بزعل. هريحك. كنتوا انتوا اللي قلتوا نعم 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 للتعديلات والانتخابات اولا ولا الدستور او الانتخابات اولا والكلام. إيه دلوقتي فجاه الماده 28 بنت 60 في 70 والماده 60 كذا واللجنه محصنه واللجنه فلول واللجنه فيها فاروق سلطان اللي كان مش عارف ايه مع مبارك وكل الكلام اللي نسمعه دلوقتي. هنا بقى هل نرجع نقول ان دي المصلحه السياسيه اللي اتحكمت ولما لقوا انه الموجه مش معاهم قوي فبيرجعوا يضربوا في التعديلات؟ انت عايز الصراحه؟ والنبي. طيب لا اله الا الله. انا اولا احنا كما قلت ممن تحمسوا للقول نعم لهذه التعديلات. واحنا كنا اسباب سياسيه محضه، ما كانش لنا مصلحه. كنا بنقول ميزتها انها تعجل بالجدول وتخلص المده، تقصر المده الانتقاليه. تمام. وكان على راس المجموعه اللي بتصيغ التعديلات دي مستشار الجليل طارق البشري. حلو. فثقتنا في وجود المستشار طارق البشري وحرصنا على تقصير المده تحمسنا لنعم. تمام. ندمتوا؟ بس انا ندمان. انا بقول لحضرتك على الهواء. انا ندمان قلت نعم للماده 28. ازاي ما تنبهناش ليها؟ ودي غلطه احنا مسؤولين عنها. مصر كلها بتدفع الثمن دلوقتي. والشجاعه انك تعترف بالخطا. تمام. انا بقول لحضرتك اهو، انا فعلا مصدوم لهذه الماده. ازاي احنا قلنا نعم وكانت الماده موجوده؟ بس كان زي ما بقول لحضرتك ثقتنا في وجود المستشار طارق البشري على راس اللجنه خلتنا ما دققناش في تفاصيل المواد. يعني المستشار طارق البشري عداها ازاي بقى؟ غلط هو كمان؟ انا رايي هو مسؤول عن هذه الماده، لكن انا بقول على قرارنا احنا اخطانا اللي قلنا نعم وما خدناش بالنا، ما دققناش في المواد دي، منهم هذه الماده المعيبه. ده اعتراف. ده بشكرك على شجاعتك والله العظيم. صحيح حقيقه. بشكرك. اصل لان احنا كنت بقول يا جماعه، كانوا بيقولوا انتوا الاسلاميين كلكم تقولوا نعم، بقول لهم احنا الوحيدين في الاسلاميين اللي نتضر من نعم بالمصلحه الخاصه. ليه؟ الانتخابات السريعه دي احنا لسه ما استعدناش، التانيين مستعدين وعندهم امكانياتهم. صح. فلو هو عشان مصلحتهم هم الانتخابات بسرعه تخدمهم، ما تخدمناش احنا زي الاحزاب الجديده والثوريه عايزه وقت اطول، بس مصلحه الوطن خلتنا نقول نعم عشان نعجل بالمده الانتقاليه نقصرها. فما كانش عندنا مصلحه خاصه. مزاج الشارع كان مع الاستقرار وعايز يخلص. ده جزء من الموضوع. طبعا. طيب يعني لما تبقى الماده 28 بالشكل ده، هل احنا في عندنا رفاهيه الطعن وتعديل هذه الماده؟ خد بالك بقى من حاجه واحط لك 3 خطوط حمراء، وزي ما انت اعترفت لي انا هعترف لك انه دلوقتي اللي بيطالب بتعديل الماده 28 ده هو الشخص يعني الاكثر حماسا واللي محاصر وزاره الدفاع الى اخره، الشخص اللي حازم ابو اسماعيل اللي طلع مستندات تخص جنسيه والدته. ممكن نشيل مواد الجنسيه لو عايزين حازم ينزل وهنعدل، نشيل يا سيدي مواد الجنسيه، ما حدش خلاص ينزل، بس شيلوا المواد بتاعت الجنسيه.
لكن دلوقتي ما طلعتش كل البلاوي الزرقاء في الاعلان الدستوري الا لما كل واحد اتقرص قرصه. بس فهنا بقى احنا ما اتقرصناش المصلحه بقى. ما هو انا بكلمك دلوقتي على فكره، والله انا بكلمك لاني ارتاح الى مصداقيتك، وان انت سياسي خايف على مصلحتك بقى وما انتش نازل انتخابات رئاسه ولا. فدلوقتي نعمل ايه؟ نعيد من الاول كل بقى الاعلان الدستوري؟ يعني نغير بقى كله ونرقع؟ لا صعب. ده صعب. هو عشان كده هقول لك حاجه، حوار انا اقوله لك انت لاول مره حصل بيني وبين فريق سمعني. تمام. بيقول لي يا باشمهندس، هو ايه اللي اتغير في العمليه الانتخابيه من انتخابات 2010 لانتخابات 2011 و2012؟ القضاه هم القضاه، والشرطه هم الشرطه، والجهاز الوظيفي والجهاز الوظيفي. ايه اللي اتغير؟ قلت له الاراده السياسيه. قال لي طيب يعني احنا كان عندنا اراده سياسيه ان احنا نعمل انتخابات نزيهه. قلت له مظبوط. حلو. قال طب ما هو ده نفسه هو اللي قائم دلوقتي، انتوا خايفين ليه في الانتخابات الرئاسيه؟ يعني كان الحوار طبعا الجزء اللي انا امسكت عنه يعني تأدبا، انتوا دلوقتي بيكون لكم مصلحه في الانتخابات الرئاسيه. في الانتخابات البرلمانيه ما كانش مصلحه، مصلحه بمعنى انه حتى الان مش مطمئنين على الوضع هيحصل ايه في المستقبل. فوجود رئيس نطمئن له لحد ما نشوف الامور هتمشي فيه، يمكن يبقى فيه مصلحه فيخلي الموضوع برضه قلق. ما الاراده السياسيه دي اللي هي فعلا كان عندها اراده ما ظهرتش وعملت انتخابات في انتخابات مجلس الشعب لو قررت تغير ارادتها احنا مرهونين بارادتها. مش كده؟ ومفيش اي حاجه ثانيه. وجود الماده 28 بس في رقابه على الانتخابات في النهايه، يعني لو ثبت تزوير حقيقي الموضوع مش هيعدي كده، ودي سهله قوي في انتخابات الرئاسه. لا مش سهله قوي، معلش. اما الانتخابات البرلمانيه اللي هي كان فيها طعن ما كانش سهل قوي تثبتها. احنا عندنا تجارب وتفاصيل كثيره، يعني مش هتكلم عنها دلوقتي. احنا مجروحين جدا من اللي عملته لجنه الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت دي، اللي رئيسها دلوقتي عضو في اللجنه البرلمانيه اللي هو عبد المعز. لا عملت حاجات كتيره يعني غير متوقعه. ده اخر حاجه احنا كان طلعنا واحد وقبط هينجح في الشورى، راح مغير ده لحد حزب تاني على اخر لحظه، بعدين الارقام كلها كانت في صالحنا، هناخد مقعد وقلنا كويس يبقى عندنا مقعد وقبطي في الشورى. لا ما عندناش دليل عشان نطعن عليه حتى. هو الطعن متاح بس ما عندناش وثائق، ما كناش باي ورق ولا مستندات ولا ايوه عشان تروح تطعن بيها. فالموضوع لا هو حصل لعب برضه. طبعا وعشان كده بقول لك المساله. انا الوقت زي بقول لك انا ابو العلا. بس هل اللعب اللي حصل ده يفسد الانتخابات البرلمانيه؟ شوف، يفسد مساله نسبيه، يفسد جزء كبير منها. كتير من الارقام ما تعبرش حقيقه عن اللي حصل. يعني احنا افسد لنا اصوات قد اللي خدناها، ما يقرب من مليون صوت. احنا خدنا مليون صوت وافسدوا لنا بتاع ما يقرب من مليون صوت. وعندنا ارقام، وبعضها مش مسؤوليه المجلس العسكري ولا اللجنه، بعضها مسؤوليه الموظفين اللي بيفرزوا لان لهم تيار سياسي. اول ما لقوا اسم الوسط يروحوا ضاربين بقلم تاني صوت. التيار السياسي اللي هو ايه؟ اي حاجه انت عارفها. يعني زي ايه مثلا؟ زي مثلا حزب الديمقراطي المسيحي، اي حاجه. ما انت عارف السلفيين يعني كانوا واخدين موقف منكم؟ ما بلاش الطريقه بتاع التحقيقات دي. ليه؟ انا بسال والله. انا بص، انا ما بحبش انكأ الجروح. انا زي ما بقول انه ايه، السياسي الحقيقي ما عادش بقى يتابع الناس يحاسبهم على اللي حصل معاه. انا يهمني دلوقتي مصلحه مصر. في النهايه اجمالي اللي حصل ده ايجابي انتخابات. تمام. رغم ما اضيرنا من اذى، هنقعد احنا نلطم بقى ونقول عملوا فينا، خلاص عدت. هنظبط، ناخد بالنا من الانتخابات الجايه ونحط قواعد عادله عشان حقي وحقك. صح. بس مصلحه الوطن تفوت. احنا لازم نفوت. نرجع بقى لسامي عنان. انت كنت على بالك تقول له الاراده السياسيه ممكن تتغير بس ما قلتهاش ولا قلت له؟ لا ما قلتهاش. امال ايه؟ طب الحوار انتهى على ايه مع الفريق عنان؟ قلت له مش كافيه بس الموضوع ده، لانه انا الوقت ابو العلا ماضي بقول لك ان انا يا استاذ خالد لو انا مش في السكه ولقيت مليون جنيه هديك نصهم. يا ريت والله. انا بألف قصه ما تنفعش بس يعني. لو انا الوقت رحت واخد المليون جنيه وجيت قلت لك لا ده القش مليون لقيتهم نص. مفيش ضوابط تلزمني. ولا تضمن ان العدل يبقى يبان. مجرد الكلمه. شوف بعضهم بيقول انتوا مش واثقين فينا واحنا المساله في السياسه ما تقفش فقط عند فكره الثقه عدم الثقه. مش عايز اقول لك واثق فيك اديك شيك على بياض، مش يدي حد شيك على بياض. صح. ولا مش واثق فيك عشان اخونك. ما تحطنيش في السؤال ده. انا عايز ضوابط مريحه منضبطه تريح كل الناس وقواعد تطبق على الجميع، ما تبقاش مجرد وعد. ما انا مع جزء الموضوع، ما انت عندك مشكله حقيقيه موجوده. اللي يحل الموضوع ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، بدل بقى نقعد نفعص في الماده 28 ويبقى في مبرر للتلاعب، نحل الازمه عشان بس في مبرر ونخلي العمليه تمشي انتخابات حره ونزيهه. طيب حلو قوي. ما حلناش بقى الماده 28، ما حلناش وكسب الفريق شفيق، تعمل ايه؟ شوف انت بتتكلم على القواعد العادله المفروض اي حد يكسب نلتزم بنتيجته. تمام. لكن لو حصل تلاعب
ده مبرر لثوره ثانيه. باختصار ايا كان بقى، بغض النظر ينجح فريق شفيق، ينجح الفرع عمر سليمان، السيد عمرو موسى، ينجح السيد محمد مرسي، ينجح السيد عبد المنعم فتوح، ينجح السيد حمدين صباح، ينجح. انا مش بتكلم عن اسماء دلوقتي، انا بتكلم على انه لو القواعد عادله ونجح حد بدراعه وباراده شعبيه لازم يعملوا تعظيم سلام، مظبوط. لكن لو حصل تلاعب بغض النظر هو مين، ده باب لثوره ثانيه. تمام. طيب لاحظت يمكن في بعض التصريحات من سيد عمرو موسى الفتره اللي فاتت انه هو بمناسبه ان انتوا بقى يعني الحزب يؤيد الدكتور عبد المنعم، انه بيستخدم كلمه شيخ، فيقول لك مثلا الشيخ عبد المنعم، الشيخ عبد المنعم. هل ده في وجهه نظرك في تحليل بعض الناس ان ده يعني اشاره الى انتمائه الاسلامي في جماعه الاخوان، وان هو شيخ، وان هو عمرو موسى بيفهم في السياسه والحاجات دي؟ هل ما تنصح بالرد على من حمله عبد المنعم مفتوحه على عمرو موسى في هذا المقام؟ لا، انا لا انصح بالرد، وانا رايي ده خطا ارتكبه السيد عمرو موسى. تعرف انا علاقتي بكل الناس طيبه فيهم السيد عمرو موسى، ما كانش مناسب يقول ده. لانك انت بتفتح الباب لدلالات سلبيه على الاشخاص. كون واحد شيخ معنى انه متدين، انا ممكن حد يقول لك عكس كده عليك انت، وده كلام بيتقال في وراء الكواليس. هل تسمح بان يقال كلام اخر عكسه عليك؟ ما ينفعش. فالمساله الشخصيه، انا مره قلت في برنامج، كنت قلت في كلمه ان احنا تعبنا من صبيغ الشعر، قالت لي الاستاذه هاله سرحان في البتاع، طب تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت عليه. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت عليه. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت عليه. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. تقصد مين؟ قلت لها الحقيقه كان السبق لسان وانا ندمت على الكلمه دي. صح. طيب، في تصوراتك السياسيه وبخبرتك الكبيره في المجال الانتخابي والسياسي، هل بتعتقد انه في اعاده؟ طبعا. شوف، صعب حتى الان بالمؤشرات دي تقول ان حد ياخد من اول مرحله هيبقى في اعاده، الا اذا حصل زي ما بقول لك، احنا لسه ما عندناش خبرات سابقه وكل توقعاتنا فشلت في الاستفتاء وفي انتخابات الشعب والشورى. فبالتالي لازم احنا اللي تسعى ان الشوربه مرتين لازم ينفخ في الزبادي في المره الثالثه. يبقى هو تحفظ في التقييمات وفي التوقعات. مش عايز تتوقع ما بين مين ومين. ما هم دلوقتي شوف، الاسهم عليت جدا لاربعه، هيطلع منهم اثنين. عمرو موسى في الجنب ده، عمرو موسى واحمد شفيق. رايك انه زي عمرو موسى؟ لا، مش زيه، بعد منه. بس انا بتكلم في المطلق. طيب، والناحيه الثانيه الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد مرسي. والدكتور محمد مرسي وحمدين مش في المعادله؟ عنده فرصه برضه، بس مش في المربع الذهبي. لا والله، ممكن يكون فيه برضه، ممكن، حسب، لسه مش عارفين، لسه المسائل ما اتضحتش قوي يعني، وارد. هل بتعتقد، سمعنا كلام من البلتاجي، الدكتور محمد البلتاجي يعني، وهو من اسرح الناس اللي بيصرحوا في جماعه الاخوان الحقيقه يعني، وواضح ان هو عنده مواقف اكثر استقامه، رؤيه مستقله. سمعنا كلام حوالين باقه رئاسيه تضم البلتاجي تضم الدكتور عبد المنعم وتضم محمد مرسي. هل رايك انه الاخوان ممكن يكونوا بيفكروا ان هم يركبوا الحصان اللي شايفينه كسبان شويه؟ مش مفيد الحل ده الحقيقه، مش مفيد، لانه الفكره هنا ان برضه الاخوان شريك في منصب الرئاسه، وانت بتتكلم على تعديلات هتتم، هيبقى في تشكيل للحكومه، يبقى تاخد برلمان والحكومه والرئاسه، مش منطقي او تشارك فيها. انا رايي انه من المصلحه الوطنيه، مصلحه الاخوان كما انها اصلا مصلحه الوطن، الا يشتركوا في انتخابات الرئاسه بمرشح، وان يسحبوا مرشحه، وما زال الامر ده متاح. ليه؟ هتريح الدنيا كلها، الدنيا كلها بمعنى مصر كلها. على فكره الرجل الشارع العادي بقى عنده قلق من هذا، بما فيهم جزء كبير من اللي صوت للاخوان بدأوا يفصحوا عن هذا. لا، ده ياخدوا كل حاجه، واحنا يعني بدأ ده يتقال. انا كنت في اسكندريه بحضر محاضره في جامعه اسكندريه، فالشباب بيقولوا لي ده في المشاريع، بيقولوا كده. قلت لهم مشاريع ايه؟ قالوا الميكروباصات، بيقولوا على الميكروباص مشروع. المشروع في اسكندريه. في المشاريع الناس بتقول كده، يعني في المناطق الشعبيه وكده، ففي حاله مش مقبوله. تمام. من المصلحه الوطنيه، وانا كنت اراهن على ان الاخوان يتصرفوا بذكاء، انه يعملوا حاجتين مهمتين جدا: يسحبوا مرشحهم للرئاسه، ويسهلوا التوافق على الدستور بتشكيل هيئه تاسيسيه ومضمون الدستور يطمن كل الناس. طب في بعض الناس برضو بتقول، يعني ما بتتفق مع عمرو موسى فيما يتعلق بالدكتور عبد المنعم، فتقول يعني مثلا ابو العلا ماضي كان اخوان، دكتور عبد المنعم كان اخوان، وبالتالي ايه يعني ايه الضامن ممكن يكون مرشحين الاخوان على اجنده الاخوان؟
مش شرط طب يكون في خلي اخونا الدكتور عماد مفتوح بره الموضوع. انت بمعرفتك بابو علا ماضي اللي قعد لا 16 خالص سنه لا 16 سنه انت في عارف المعركه. كل ما حد بيكلمني من اخواننا السلفيين اللي طبعا يعني بيشوفوا اني ساعات ببقى قاسي أيوة. او ان انا بقى ليبرالي مش عارف أيوة. بقول لهم انا زي ابو العلا ماضي على فكره. يعني انت مش شايف عندهم. انا زي ابو العلا ماضي بالظبط. ده راجل مدني بمرجعيه اسلاميه وانا بحب كده. هو ده بالنسبه لي انا الفكر. مره بلال الفضل قال لي ايه؟ عارف صديقنا بلال الفضل قال لي انا احب الاسلام بتاعكم كده عامل زي الكنتاكي والحاجات التكاويه حاجات خفيفه. عارف بلال دمه خفيف. هو الاسلام دين سهل صحيح. لا ما هو عشان كده بقول لك يعني احنا هل سلوكنا احنا انت بمعرفتك اللصيقه وانت تشرفني بالزياره وانت صحفي شاطر من بدري قوي صح؟ صحيح. التطور اللي حصل ده يقول ايه؟ ان احنا بقينا مشروع. تزنقني انا اللي بجاوب وبدافع دلوقتي يعني ده ينفع كده؟ انا اللي بقول. انا ما بزنقكش، انا بسالك بستشهدك بما انت تعرفه. لا صحيح. انت كنت بتشرفني وبتزورني من بدري وانت صحفي ناشط وبتعمل برامج في قنوات اخرى مش من بدري وانت بتخصص في الملف ده. مواقفنا سواء الفكريه او السلوكيه بقت في واقف فعلا مشروع مستقل متميز. ما فيش حد بيقعد يقول يعني شوف هقول لك حاجه للاسف اقولها لك يعني بعض اصدقائنا من اليسار بعضهم الليبراليين كان متحمس جدا للدكتور عبد المنعم في ظل وجود خيرت الشاطر وحازم صلاح واسماعيل. عاملين زي الاخوان كده، كان عندهم خطر شديد لما كان عمر سليمان موجود. وكانوا عايزين اي توافق. اول ما سمع عمر سليمان شم نفسه ورجعوا تاني يتامروا على الناس. للاسف يعني حصل شيء قريب من ده مع اخواننا دول، لما اختفى الاسمين دول بالذات بيقول لك لا بس عبد المنعم محتاج يرجع لاخواننا. الاول كان حلو. ايوه صح مش كده؟ طبعا. والاخوان بيقولوا ايه بقى؟ شوف على فكره انا كاتب في الحكايه دي بكره وبلوم الليبراليين على الحكايه دي وشايف ان الدكتور عبد المنعم بجد كده اتظلم من كتير من القوى. تعرف دلوقتي انا مشفق عليه، يعني انا كنت في البلد في المنيا لقيت بيقولوا لي في ناس من اصدقائنا اللي كانوا بيتعاطفوا مع عبد المنعم وكانوا من الاخوان بداوا يقولوا مقوله بيلفوا بيها في كل حته وفي القرى ان عبد المنعم لو نجح هيدخل اخوان السجن زي عبد الناصر ما عمل. اتقالت هنا من قيادات اتقالت هنا من قيادات مركزيه واتسجلت وبدا يقولوها الافراد في المحافظه. واحد جوز اختي كنت بزوره مريض فبيقول لي تصور فلان وقال لي بالاسم عارفه يعني في المنيا بيلف على القرى يقول ده. يا خبر دي حمله دعايه من جوه الجماعه ضده. ايوه في الجلسات الخاصه في القرى والريف. وبعدين عبد المنعم بيطلع يقول انا الجماعه وبحبهم يطلع يقول لك هيرجعوا هم التاني يرجع أيوة. فهو بين نارين. واحد يقول لك اصله احتمال يرجع الاخوان. ما نفس الحكايه حصلت بينا من الاخواننا دول برضو لما كنا احنا طلعتوا من الوقت مش كده؟ لا بس انتوا كانت الحمله اقصى بكتير عليكم. انتوا اتخونتوا واتبهدلتوا عشان كده طلع عضنا ناشف في الاخر. ايوه صح. مهندس ابو العلا ماضي انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الحلقه الاخباريه وانا طبعا ابن الاخبار يعني بحب الاخبار. شكرا جزيلا وسهرتك وبشكركم جدا على المتابعه وان شاء الله هيبقى معانا يوم الجمعه. انا هروح في لقاء كبير خاص مع السيد عمرو موسى يمكن نزيه ان شاء الله السبت وان شاء الله يكون معانا الحد حتى الان يعني الميعاد قائم مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المتسابقان الكبيران لو صحت اللغه العربيه اللي في سباق الرئاسه. ما يفوتنيش في الاخر الحقيقه اني بهني جدا زميلي الاستاذ مجدي الجلاد والمهندس محمد الامين رئيس مجلس اداره جريده الوطن احدث مولود في عالم الصحافه المصريه جريده الوطن برئاسه مجلس اداره محمد الامين ورئاسه تحرير مجدي الجلاد وفيها باقه كبيره ومهمه ونخبه هائله من الزملاء المرموقين في مهنة الصحافة. بنبارك لهم بالوطن اللي طلع امبارح ونتمنى ان شاء الله يكون اضافة كبيرة لحرية الصحافة ولهذه المهنة. اشوفكم ان شاء الله الحد الجاي. ينفع انضم ليك وهني مجدي الجلاد؟ طبعا ارجوك. نعرف مجدي الجلاد ما اعرفش محمد الامين بهنيه طبعا معاك يعني. طيب مبروك يا مجدي شكرا جزيلا.